قبل الصيام هنسأل نفسنا، احنا بنصوم عادة ولا عبادة؟ عشان العبادة الحقيقية هي اتباع أوامر ربنا، وربنا اللي أمرنا بالصيام هو نفسه اللي أمرنا بالفطر لو كان في الصيام ده ضرر على أجسامنا. أصحاب السكر هم سكان منطقة من 3: المنطقة الخضراء أو المنطقة الصفراء أو المنطقة الحمراء. سكان المنطقة الخضراء أبطال التراكمي تحت 7%، جسمك في حالة استقرار ممتازة تسمح لك بالتعامل مع ساعات الصيام. أصدقاء الحمية والرياضة، لو كنت بتسيطر على سكرك اللي هو من النوع التاني بس بتنظيم الأكل والمشي، فالصيام هو حليفك الأول. تقلل مقاومة الإنسولين. استخدمي الأدوية الآمنة زي الميتفورمين أو المجموعات الذكية اللي بتشتغل مع الأكل وما بتسببش هبوط مفاجئ وقت الصيام. الناس المستقرين 3 شهور اللي ما مروش بأزمات صحية أو تذبذب شديد في السكر في آخر 3 شهور، فأنت مستعد تماما للصيام. لكن خلي بالك وانت في المنطقة الخضراء، الصيام عبادة ذكية. لازم تتابع سكرك وتهتم بوجبة السحور وتشرب كمية مية كافية بين الفطار والسحور. انت في أمان طالما بتسمع كلام جسمك وكلام طبيبك.